النهاردة يوم هادي ولذيذ، واليوم الهادي اللذيذ بيحتاج أكلة لذيذة بسيطة ما تحتاجش مجهود كتير. تعالوا نشوف أنا عملت ايه. جبت بقى التتبيلة بتاعة اللحمة اللي هي كانت عبارة عن طماطم وفلفل أخضر وبصل وشوية توابل ملح وفلفل أسود وتوابل لحمة، ورحت ضربتهم في الخلاط، وبعدين رحت صبيتهم على اللحمة وسبتها تشرب شوية من التتبيلة. وبعد كده رحت قطعت شوية طماطم وبصل وفلفل أخضر. جبت بقى صينية ورحت بدأت بقى أرص الحاجات دي في الصينية، البصل والفلفل والطماطم رصيتهم، وبعد كده حطيت فوقيهم اللحمة اللي اتبلت، وبعد كده رحت رشيت فوقيها التتبيلة اللي كانت متبيتة في اللحمة، وبعد كده رحت غطيتها بورقة زبدة، ورحت حطيت فوقيها ورقة فويل علشان ما ينفعش الفويل يبقى دايركت كونتاكت مع الأكل على طول، وكمان علشان تقدر ان هي تستوي بشكل أفضل. ولعت الفرن من تحت وحطيتها في الفرن، وما ولعتش الشواية، بس شغلي الفرن من تحت بس، وهتحطيها تحت الشبكة وتسيبيها لمدة ساعة. جبت بقى الملوخية وقطفتها، وبعدين غسلتها غسلة حلوة وسبتها تنشف شوية في الشمس، وبعد كده رحت لميتها وحطيتها في الصينية علشان أخرط الملوخية. خرطتها لحد ما وصلت معايا للقوام اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده بقى ايه، قلت احضر لها التقلية بتاعتها. جبت الهون، طبعا الطريقة القديمة، جبت الهون وجبت الثوم، كان فص كده ثوم، وبعد كده حطيت عليه شوية فلفل، وبعد كده حطيت الكزبرة الناشفة وحطيت عليها شوية ملح، وبعد كده بقى طبعا زي ايام زمان لما كنا بندق بايد الهون، ودي طبعا الطريقة المفضلة بالنسبة لي بصراحة. اما بقى الطريقة الحديثة فان هما يحطوا كل المكونات دي في الكبة ويخلطوها، وبعد كده يحطوا التقلية. المهم جبت حلة وحطيت عليها معلقة سمنة، وحطيت المكونات اللي انا دقيتها في ايد الهون بايد الهون، وبعد كده قعدت اقلب لحد ما ادتني الوش الذهبي الجميل، وبعدها حطيت الشوربة وسبتها تغلي شوية على النار علشان بعدها أضيف الملوخية، وقلبت الملوخية كويس على نار هادية لحد ما قربت خلاص دخلت في قرب الغليان، بس ما بسيبهاش لحد ما تغلي، وبعد كده بطفي عليها، وطبعا لو في شوية ريمة من فوق بشيلها قبل ما بحطها في الأطباق. قلت بقى جاهز البتنجان المخلل، جبت برضو الهون وحطيت فيه قرنين فلفل احمر ومعلقة ملح، وحطيت فيه حوالي 4-5 طماط كده، وبعد كده قعدت ادقهم، وبعدين جبت الخلطة دي وعصرت عليها ليمونة وحطيت حوالي ربع كوباية خل، وقلبتهم كويس علشان يختلطوا مع بعض. جبت السكينة وفتحت البتنجان، وبعد كده بدأت احط الخلطة اللي انا عملتها ورصيتهم في طبق غويط شوية، وبعد كده حطيت بقية الخلطة فوقيها علشان تتشرب من الخلطة ويبقى طعمها مخدوم أكتر. وحطيته بقى على جنب شوية علشان يشرب شوية من الخلطة لحد ما احضر بقية الأكل بتاعي. طلعت صينية اللحمة من الفرن وعملت كده تشيك عليها، لقيتها خلاص دخلت في السوا، رحت حطيتها تاني في الفرن بس عند الشبكة من فوق، وولعت الجريل علشان تحمر من فوق. جبت بقى الاطباق وبدأت بقى ايه ارص الاكل بتاعي. حطيت الملوخية اللي هي العشق، عشقي طبعا، وبالمناسبة الملوخية اللي هم الناس المغتربين اللي مش بيلاقوا الملوخية الخضرة، ممكن بكل بساطة تجيبوا الملوخية المتفرزة في السوبر ماركت وتسيبوها شوية، يعني لمدة كده 3 ساعات لحد ما تفك، وتعملوا لها التقلية بتاعتها وتصبوها في الشوربة وهي بتغلي، وهتبقى بالظبط نفس طعم الملوخية الخضرة. بتجربها وبالهنا والشفا. حطيت بقى البتنجان المخلل
وبعد كده حطيت حتتين كده من اللحمة، وبدأت بقى ايه ان انا اكل بالهنا والشفا. يا رب تكون الاكلة دي عجبتكم، وانا عارفة ان الاكلة دي بتفكركم بزمان، واتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب لايك علشان يجيلكم كل جديد، والف هنا وشفا. مع السلامة.